ديالنا الحي، راه ما يمكنش واحد الاجيال اللي هي مئات السنين كتخدم وكتدمر وكتجتهد وكتسوق وكتشهر وكتبدع، ويجي واحد ويقول لك نتاعي. كيفاش هكذاك؟ يعني بدون تعب، بدون مجهود، بدون حتى شي حاجه. حفرنا في الصخر، ما كان عندنا اقتصاد نتاع الغاز ولا البترول، جاهدنا بالانامل نتاع الولاد نتاعنا، جاهدنا بالابداع ديالنا، بالتعب ديالنا، الى نجحنا المغرب ولا وصلنا المغرب انه ولا براند في العالم وانه معروف في العالم، فهو راه بمجهود شخصي. ما يجيش انا واحد شهرت القفطان ولا المطبخ المغربي وتعرفات به بلادي والعالم كامل، ويجي واحد يقول لك نتاعي نقسموا معاك. ما قسمش معنا الغاز ديالو والبترول ديالو، ما قسمش معنا الانجازات نتاعو. حنا هذاك مجهود شخصي حافظنا عليه، اشتغل الحفاظ على الموروث الثقافي ديالنا ولا داك التراث الحي ديالنا اللي كان هذه الاف السنين، واللي حد الساعه كنلبسوه بنفس التفاصيل، ولكن بحله جديده كتناسب هذا العصر، بادوات اللي هي ممكن سهله وكتناسب هذا العصر. راه ما يمكنش انا واحد يجي وياخذو هكاك. راه مسألة ماشي مسألة توب كنقولها، راه مسألة تاريخ، مسألة وجود، مسألة كرامة وعزة وشرف نتاع هذوك الأجداد اللي خلاوه لينا. ما يمكنش أنا جيني واحد دابا يقول لك كونوا هانيين، ما كاينش كونوا هانيين، لأن لو كان ماشي هذا الضغط هذا، لو كان حنا ما شفناش شنو كان كما قالوا الإخوان، حنا ماشي الشعب ديالنا ماشي مسمم. ها كما قالت لقينا الاخوان ما سايقينش الخبار لهذا الشيء. الدوله ديالتنا لا تحرض، الدوله ديالتنا ما كتوصيناش. يعني هذا المجهود اللي كنديروا مجهود شخصي. غنعاود لكم انا القصه ديالتي للناس اللي كتقول ان هاد الناس فيهم المزيان والخايب. في المدرسه نتاع ولادي مدرسه دوليه فيها جميع الجنسيات، تقريبا شي 148 جنسيه في المدرسه. كيكون واحد الانترناشونال داي باش ان هذوك التلاميذ اللي كيعيشوا في واحد الدوله مختلط فيها الجنسيات، كل واحد يفتخر بالاصل ديالو، بالبلاد ديالو، بالتراث نتاعو. كيكون يوم في السنه كل تلاميذ كيجيو باللباس نتاع بلادهم، بالاكل نتاع بلادهم، وهما كيعرفوا لصحابهم الاخرين الاكل نتاعهم واللباس نتاعهم. وقبل كيتحط واحد التعريف على البلاد ديالك في الموقع الرسمي نتاع المدرسه. هاد الناس جاو بعثوا لي، انا كنت لادمين نتاع الجروب نتاع المغاربه، قالوا لي نديروا تراث مشترك مع التوانسه وحنا. قلت لهم اودي بغيتوا حدانا طبله، انا شوف رغم انني لا ما كنطيقهمش، ولكن انا درت باصلي وقلت مدرسه ما غندخلش ليها هذا الصراع. اجي ولا بغيتوا حدانا الطبله اهلا وسهلا، ولكن باش تقول لي نشاركوه، كسكسو ديالنا ماشي هو نتاعكم، ما عندناش شي حاجه مشتركه. ما عجبهمش الحال، خداو طبله بوحديتهم باش يستفزونا. داروا التعريف نتاع بلادهم بالخريطه نتاع ماشي بلادهم، لا نتاع افريقيا، باش يدير لك المغرب مقسوم. حنا مشينا اشتكينا علاش ندخل هذا الصراع في مدرسه في واحد البلاد اللي هي كتعترف اصلا بالخريطه نتاع بلادي. يعني انا ملي مشيت اشتكيت، المدرسه اضطرات دير الامن بيننا وبين جيراننا في الساحه نتاع المدرسه للتعريف بالتراث المغربي. اقسم يمينا لانهم خافوا ان الموضوع يكبر او يتطور او يوصل شي نزاع. علاش؟ لان هذا الشعب كله هكاك، هذا الشعب فاق نعس، لقى راسو بدون تراث، بدون هويه، بدون اصل، بدون مفصل. فاشنو نديروا؟ واحد الشعب تعب ودمر بالانامل نتاع ولادو ونجح ووصل القفطان العالميه، الناس كتعرفوا، وصل الاكل المغربي. اللي بغى يحل شي مطعم حتى في اي بلاد واخا ما يكونش هو مغربي يدير مطعم مغربي غادي يخدم. واخا يكون فرنسي هنا في الامارات كنمشيو لابريوش كنلقاو مروكين تي، كنلقاو تركيش كوفي. الناس اللي عندها موروث ثقافي تعبات واجتهدات ونجحاتو، اللي عنده شي دراع يعري عليهم ويصنع تراث ويشهروا ويوصلوا هو للعالم. اما فشلتوا توصلوا لكراكو، فشلتوا توصلوا داك الشيء ديالكم، ما تجيش تطاول على ديالي. فانا حنا كشعب مغربي هذيك الامانه استلمناها وسنسلمها للاجيال القادمه. ما كنعتمدوا على الناس اللي في الجهات الرسميه دير خدمتها، ما ديرش خدمتها. حنا هنا باش نضغطوا باش الناس دير خدمتها، لان هذاك الموروث الثقافي هو ارث ديال المغاربه والشعب المغربي كامل، ماشي نتاع حكومه ولا اداره ولا مسؤول ولا وزير. اي حاجه كانت بغات دار في ذاك البلاد ولا اي شراكه بغات دار مع شي دوله، خصها انا في نظري تاخذ الموافقه نتاع مجلس الشعب، لان هذاك ارث ديال الشعب المغربي. انا باش تجيني قطر وتجيب لي انا واحد الوفد ويتعلم عندي ويمشي يصنع المجوهرات ويطلع لي بالديزاين المغربي انه المجوهرات على حضاره اسلاميه عربيه وتلغى فيها المغرب، انا ما كيعجبنيش الحال. ملي نلقى انا ديك النقشه الثمانيه ديال الزليج المغربي في ستاربوكس نلقاوها هنايا في الشوارع، وراه اختي اسم غتقول لك في رمضان موجوده في افريوير، فين ما مشينا كنلقاوها.
حنايا حتى لين غنبقاو ساكتين؟ حنا نشارك الحوايج ديالنا مع العالم، ولكن مع حفظ الاسم والانتماء نتاع هذيك الحاجه. يلبسوه اللي بغى يلبس القفطان، حنا ماشي حماق، ولكن كيبقى القفطان مغربي. اللي ما رضاش يقول انه مغربي ما يلبسوش. اللي يستعر انه يعترف بالمنشأ والمكان والتعب نتاع دوك الصناع ما يلبس شي حوايجنا. اللي ما يرضاش بينا حتى حنا ما عندنا ما نقدروا به. هذاك التعب نتاعنا وهذاك الارث نتاعنا، وحنايا جنود مجنده. اللي مجا معنا بالخاطر على عيننا وعلى راسنا، واللي بغانا حنا موجودين. اما باش نكونوا حنا دائما المزيانين وحنا الطيبين وحنا المسلمين وحنا دائما فوق كل هالناس، حتى حنا بشر. لان حتى في بلادنا راه كاينين المسلمين اللي دار شي ذنب كيمشي للسجن كيتحاكم، وحتى البراني كذلك. انا هذه وجهه نظري لا افرضها على احد، ولكن كندرسها لولادي وكنعلمها لولادي. الطاجين ديالنا، الكسكسو ديالنا، التكشيطه ديالنا، هذا ما كان.